السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو سام. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تاني أهم جهاز في البيت، ده لو ما كانش أول وأهم وأغلى جهاز موجود في البيت. هنتكلم النهاردة عن التلاجات. للناس اللي متابعة القناة من فترة عارفين إن احنا أكيد منزلين فيديوهات عن التلاجات قبل كده، لكن الفيديوهات دي قديمة شوية، فمحتاجة إن احنا نعمل لها تحديث، نتكلم عن بعض المعايير الزيادة، نشيل بعض الحاجات، نحط بعض الحاجات، حتى في الترشيحات هيتغير الترتيب بتاعنا في الترشيحات، وهنشيل بعض الأنواع ونحط أنواع جديدة وهكذا. وده طبعا هيكون نتيجة للتغييرات اللي بتحصل كل يوم، سواء في أسعار المنتجات أو في الكفاءة والتكنولوجيا بتاعة المنتجات اللي احنا بنرشحها. طيب في فيديو النهاردة هنتكلم عن ايه؟ في فيديو النهاردة هنتكلم في 4 نقط. النقطة الأولى والأهم هي ايه هي معايير اختيارنا للتلاجة، أو لو أنا نازلة اشتري التلاجة ايه الحاجات اللي اخد بالي منها. 2. ترشيحات لأفضل الأنواع سواء في الفئة السعرية العالية أو في الفئة السعرية المتوسطة. 3. دايما لما بنروح نشتري التلاجة بيكون مكتوب ستيكر كده عليها مكتوب فيه باللتر، فأعرف ازاي التلاجة اللي مكتوب قدامي باللترات دي هي كام قدم، فنحسب ازاي اللتر مقابل القدم. أما النقطة الرابعة والأخيرة فهنتكلم فيها عن ازاي نوصل بالتلاجة بتاعتنا لأطول فترة عمر افتراضي. دي كده النقط اللي هنتكلم فيها في فيديو النهاردة. لو حاسة ان النقط دي هتفيدك فياريت تكملي معايا الفيديو للآخر. ولو أول مرة تشوفي القناة يا رب الفيديو النهاردة يعجبك. وكمان هفكركم ان احنا عندنا قائمة تشغيل على القناة اسمها ريفيو سام، هتلاقوا فيها كل الريفيوهات لكل الأجهزة اللي انتوا بتدوروا عليها. ولو في أي جهاز مش لاقيين الريفيو بتاعه اكتبوا لي في الكومنتات وإن شاء الله نعمل عنه ريفيو في أقرب وقت. خلونا بقى نبدأ الفيديو. 1. ايه هي الحاجات اللي اخد بالي منها واحنا نازلين نشتري التلاجة؟ اول حاجه قبل ما تفكري تشتري التلاجة خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده، عايزاكي تحددي فئه سعريه معينه. يعني انت عامله في دماغك تقريبا بادجت قد ايه لشراء التلاجة، او محدده مبلغ قد ايه لشراء التلاجة. الموضوع ده هيفيدك في حاجتين. اول حاجه ان انت مش هتشتتي نفسك ومش هتروحي تلفي على كل الانواع وانت مش عارفه ايه الغالي وايه الرخيص، فالموضوع ده هيحطك في رينج كده معين، ماركات معينه تختاري ما بينهم. ده اولا. الحاجه التانية والاهم هي ان انت مش هتزعلي لما تشتري تلاجة غير اللي انت شفتيها. هقولكوا ازاي. دلوقتي مثلا انا محدده 10 جنيه هشتري بيها التلاجة، تمام؟ فما اروحش اشوف تلاجة ب 40 جنيه. هروح اشوف التلاجة ال 40 جنيه، بعدين هاجي ابص للي ب 10 جنيه اللي انا هقدر اجيبها، فهزعل جدا واحس ان في فعلا امكانيات مختلفه بين دي ودي. ففكره ان انا محدده فئه سعريه معينه مش هيخليني بقى اندم او ابقى زعلان انا ليه ما جبتش الحاجه الفلانيه، او ان انا كان نفسي اجيب الحاجه ديت بس ما جبتهاش. لا خلاص، انا محدده ان انا معايا 10 جنيه هروح اشتري بيها الحاجه دي، فانا هروح اشوف الماركات المناسبه بالنسبه لي في ال 10 جنيه واختار افضل حاجه فيهم. دي وجهة نظري انا الشخصية، وشايفة ان ده افضل حاجة عشان تبقي راضية ومبسوطة بالحاجة اللي انت جبتيها، ما يبقاش نفسك في حاجة وما قدرتيش تجيبيها بسبب طبعا الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. 2. النقطة اللي بنكرر فيها في كل فيديو في الأجهزة المعمرة، التلاجة من أهم الأجهزة المعمرة، فناخد بالنا كويس جدا واحنا بنشتري التلاجة ان احنا نشتري ماركة تلاجة كويسة، شركة كويسة في إنتاج التلاجات. وتوضيحا لكلامي اكتر، مش كل الشركات اللي اسمها كويس تبقى كويسة في كل المنتجات. في شركات متفوقة جدا في البوتاجازات، شركات تانية متفوقة جدا في التلاجات، شركات تالتة متفوقة في الغسالات وهكذا. فاحنا لما نيجي نشتري التلاجة مش لازم نجيب كل الأجهزة بتاعتنا نفس الماركة، مش لازم نجيبهم كلهم مثلا شركة سين. لا، انا هختار افضل تلاجة او افضل شركة منتجة للتلاجات فنشتري منها التلاجة دي. ممكن الجزئية دي عند ناس كتير بتفكر ان هي حاجة مش مهمة او حاجة يعني عادية بديهية، بس لا. لما نختار شركة كويسة فانا هيكون عندي خدمات ما بعد البيع كويسة جدا، تعاملهم مع اي مشكلة هتحصل معايا هيكون رد الفعل بتاعهم سريع، التصليح او الصيانة او اي حاجة هتبقى سريعة، قطع الغيار بتاعة الجهاز ده هتكون متوفرة. هيكون كمان الأجهزة دي منتشرة بشكل أكبر، فكل الفنيين سواء داخل الشركة أو خارج الشركة تعاملوا مع الجهاز ده، فهيكون في سهولة كمان في الصيانة، سواء بقى جبتي فني من الشركة أو جبتي من بره الشركة، فدي حاجة هتكون سهلة جدا بالنسبة للفنيين. عشان كده مش عايزاكم تستهتروا بموضوع ان انا بكرر في كل فيديو ان الاجهزه المعمره لازم نختار فيها ماركات كبيره، ما نستهترش فيها وما نجيبش حاجه نص نص. 3. نيجي بقى للحاجات الملموسه او الحاجات الماديه في التلاجة. احنا الاول اتكلمنا عن اول نقطتين كانوا حاجات معنويه، سواء تحديد الفئه السعريه او اختيار ماركه تلاجات كويسه، دي كلها حاجات معنويه. طب نيجي بقى للحاجات الماديه. اول حاجه هنبص فيها في التلاجة هنلاقي عليها ستيكر كده اسمه بطاقه كفاءه الطاقه. ايه هو بطاقه كفاءه الطاقه؟ بطاقه كفاءه الطاقه ده بيبين استهلاك الجهاز ده للطاقه قد ايه، او استهلاكه للكهرباء قد ايه. هتلاقوا عندكم جزء كده عامل زي مستطيلات ملونه من الاي لحد حرف الاي. من الاي ده اعلى كفاءه واقل استهلاك للكهرباء، وهيفضل الموضوع يقل 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 لحد لما نوصل لحد الاي، هتبقى اقل كفاءه واعلى استهلاك للكهرباء. بالتالي المفروض نختار جهاز يكون في حرف الايه حرف البي بالكتير عشان نوفر كهرباء، خصوصا في غلو اسعار الكهرباء في الفتره اللي احنا فيها دي. فكل ما يكون الجهاز بتاعك A B يكون حاجه كويسه جدا وهيكون موفر للطاقه. 4. هنبص بقى للتلاجة وهنفصصها حته حته. اول حاجه المقبض بتاع باب التلاجة.
عايزين المقبض بتاع باب التلاجة يكون خامته تقيلة ومحملة، وليكن مثلا مقبض ستيل. اما بعض التلاجات بيكون المقبض بتاعها من الفبر، فتيجي تشدي تفتحي باب التلاجة مرة 2 3 تلاقي المقبض بتاع باب التلاجة ده اتكسر وطلع في ايدك. وده بالاخص في اول استخدامات التلاجة. في الاول بيكون الكاوتشه بتاع باب التلاجة جامدة شوية، فتحسي ان محتاجة شدة جامدة كده عشان التلاجة تفتح. فلو المقبض بتاع باب التلاجة مش محمل يبقى بلاش منه. والحقيقة ان احنا عندنا نوعين من المقابض اللي هي البارزة لبره والمقابض البلت ان. المقابض البارزة لبره افضل حاجة فيها ان هي تكون من الستيل. اما المقابض البلت ان كويسة برضو، عملية جدا كمان، لكن ما بفضلهاش قوي عشان صعوبة التنظيف. 5. في امكانية بقت كويسة جدا موجودة في اغلب التلاجات دلوقتي، وهي امكانية نقل باب التلاجة. وليكن مثلا ناس محددين التلاجة بتاعتهم هتتحط جنب الحيطة، فالفتحة بتاعت باب التلاجة مش مناسبة ان هي هتفتح في الاتجاه ده. فبعض التلاجات دلوقتي او بعض الماركات بقى فيها امكانية ان احنا بننقل باب التلاجة للناحية التانية. يعني مثلا بدل ما الباب يفتح من اليمين للشمال، لا هيفتح من الشمال لليمين. ونفس الكلام برضو بينطبق على الفريزر بتاع التلاجة، مش التلاجة بس. 6. في بعض العيوب بدأت تظهر في بعض التلاجات، وهي ان التلاجة من جوه بيكون التقفيل بتاعها مش كويس. تلاقوا فيه فراغات في التقفيل بتاع التلاجة من جوه. الكلام ده مش كلامي طبعا، لان انا ما بدخلش في فنيات قوي، لكن ده كلام حد فني قال ان في بعض الشركات اللي انتاجها مشهور جدا في التلاجات ومشهورة جدا في السوق المصري بدأ يبقى فيها مشاكل في التقفيل بتاع الشغل بتاعهم. تقفيل التلاجات بقى التلاجة متكونش مقفلة من جوه قوي، يكون في فراغات كده وفي حتت مفتوحة مش متقفلة كويس، وبالتالي ده بيأثر على العمر الافتراضي للتلاجة. ازاي؟ لما يكون التلاجة دي مش معزولة كويس ومش متقفلة كويس، بالتالي الموتور بتاعها ما بيفصلش. موتور التلاجة ما بيفصلش، يعني هيفضل شغال على طول، يعني جواب ان التلاجة هتسخن جدا، يعني العمر الافتراضي بتاع التلاجة هيقل للنص. فاحنا ناخد بالنا كويس لما نفتح التلاجة من جوه. اول حاجة نبص عليها، هل التلاجة دي كويسة مقفلة كويس، ولا فيها فراغات كده في الزوايا بتاعة التلاجات ومقفولة بسيليكون. دي حاجة ضروري جدا ناخد بالنا منها. 7. بصي على الارفف بتاعة التلاجة، هل الارفف بتاعتها محملة، ويفضل ان هي تكون من الازاز او تكون من الاكريليك، ولا الخامات اللي هي الفبر اللي تحطي عليها حاجة تلاقي الرف اتكسر ونروح نشتري رف تاني، وهكذا بقى، ونفضل في اللفة بتاعت الرف بتاع التلاجة اتكسر نروح نشتري رف تاني، الرف بتاع التلاجة اتكسر نروح نشتري رف تاني، وهكذا. فخدوا بالكم كويس قوي من الموضوع بتاع ارفف التلاجة والخامات بتاعت ارفف التلاجة، هل هي كويسة ومحملة وهتستحمل، ولا كل شوية هتتكسر. 8. نبص كمان على التقسيمة بتاعت ارفف التلاجة. بعض الشركات ما بتكونش عاملة امكانية كبيرة في توزيع او نقل الرف من مكان لمكان، يعني تلاقي الارفف كلها كده كلها مزنوقه في حته واحده، وفي تحت مكان كبير فاضي، بس هي مش عامله امكانيه تغيير الرف، اللي هي الحته اللي بتكون في الجنب اللي تخليني ارفع الرف فوق او انزله تحت. لا، انا هبص بقى لاستخدامي انا هيكون ازاي، محتاج التوزيعه بتاعه التلاجة تكون ازاي، وعلى اساسه هختار توزيعه الارفف الكويسه من جوه. 9. ضروري جدا وحاجه اساسيه قوي في التلاجة ان يكون فيها نور. لحد دلوقتي في بعض انواع التلاجات ما فيهاش نور في الكابينه بتاعه التلاجة، وكمان ما فيهاش نور في الفريزر. يمكن موضوع ان ما فيش نور في كابينه التلاجة ده قليل، لكن في ماركات كبيرة جدا واسماء معروفة ما فيهاش نور في الفريزر. لا، دي حاجة ضرورية واساسية ان يكون في الفريزر وفي التلاجة، كابينة الفريزر وكابينة التلاجة يكون الاتنين فيهم نور. ده بيسهل جدا عملية ان انت تشوفي الحاجات الموجودة، وبالاخص الكلام ده في الفريزر. يمكن التلاجة ما بيكونش مرصوص فيها حاجات كتير زي الفريزر كده، التلاجة محطوط فيها حاجات معينة انت عارفة فيها ايه، انما الفريزر انا بخزن فيه، برص حاجات فوق بعض فوق بعض فوق بعض، فوجود نور حاجة ضرورية جدا داخل الفريزر. 10. لما تفتحي الفريزر بتاع التلاجة بصي على الايس ميكر بتاعه، او اللي هو الجزء بتاع تصنيع التلج ده، الدرج بتاع التلج او كده، هل الجزء ده بيتشال ويتفك ولا لا. بعض الانواع بيكون الايس ميكر بتاعها ده ثابت، وبالتالي بياكل تقريبا ربع او تلت المساحة بتاعه الرف بتاع الفريزر. واصلا الفريزر عندي بيكون رفين، فلما انا احط ايس ميكر ثابت وياكل لي مثلا تلت مساحة الرف، فبوظ عندي مساحة الرف. خلاص انا مثلا في فترة مش محتاجة ان انا اعمل تلج، يبقى ليه ما استهلكش المساحة بتاعة الفريزر كاملة. فحاجة كويسة برضو ان يكون الانواع اللي انا هجيبها يكون فيها الايس ميكر ده متحرك بيتشال ويتركب بمسامير، ويكون في الصيف مثلا هستخدمه لو هعمل تلج، وفي الشتاء لو مش هستخدمه هشيله خالص وهستغل المساحة بتاعة الفريزر كاملة. النقطة ال11 والأخيرة في موضوع معايير اختيار التلاجة هي البلازما كنترول. بتعمل ايه البلازما او خاصية البلازما؟ تساعد على عدم انتقال الروائح في الاكل. يعني مثلا اكون حاطه فاكهه او مثلا حاجه زي الجوافه في التلاجة، فمش هلاقي الريحه بتاعتها عملت في كل الاكل اللي في التلاجة. حاجه كمان ان هي بتساعد على قتل البكتيريا اللي داخل التلاجة، فهي وجودها حاجه مهمه جدا. لكن لو الفئه السعريه اللي انت هتشتري منها مش موجود فيها الخاصيه دي، فخلاص يعني تمام الموضوع ماشي، ما فيهوش مشكله. النقطه التانية في فيديو النهارده وهي ترشيحات لافضل الانواع. يمكن الترشيحات هي اللي هتختلف شويه عن الفيديوهات اللي عملناها قبل كده، وده بسبب
ظروف السوق والاسعار الموجودة في السوق حاليا. هنعمل ترشيحات للفئة السعرية العالية، ترشيحات للفئة السعرية المتوسطة، مش هننزل عن كده، لان قلت لكم ان التلاجة دي جهاز معمر، والاجهزة المعمرة ما ينفعش نقل فيها عن كده، يعني ليها رينج كده ما ينفعش نقل عنه عشان نبقى جايبين حاجة هتعيش. لو بصينا لترشيحات لافضل الانواع في الفئة السعرية العالية، فعندنا اول حاجة بيكو. وهفضل في كل مرة هقول ان التلاجات بتاعت بيكو تلاجات محترمة جدا، الخامات بتاعتها عالية جدا وامكانياتها كويسة جدا ويظل سعرها معقول. النوع التاني هيكون تلاجات شارب المستوردة مش المصري، المستوردة اللي هي من 20 قدم فيما فوق. التلاجات ال16 وال18 بصراحة ما بقتش بحبها قوي، ظهر فيها يعني بعض المشكلات. وانا شخصيا لو نازله اشتري تلاجة وهجيب تلاجات شارب فهجيب 20 قدم فيما فوق، او بمعنى اصح هجيب التلاجات المستورده بتاعت شارب، مش هجيب التقفيل المصري. طيب لو انا امكانياتي ما تجيبش ان انا اجيب 20 قدم فيما فوق، فانا هجيب انواع تانية غير شارب، لان بنفس السعر اللي هجيب بيه ال16 وال18 ممكن اجيب تلاجة خاماتها اعلى، تقفيلها احسن، وكمان الامكانيات بتاعتها بقت اعلى. ما اعتمدش بس على اسم الشركه، او ما اعتمدش ان الشركه واخده اسم او ليها براند نيم، لا، لو ما طورتش من نفسي هيجي اللي هيغلبني وهيتفوق عليا. النوع الثالث هي تلاجات وايت بوينت. وايت بوينت عندهم تلاجات او بعض موديلات التلاجات ممتازه جدا، عامله بالظبط زي بيكو، هو كده كده الاتنين اصلا انتاج تركي. امكانياتها كويسه جدا، خاماتها كويسه جدا، وسعرها برضو يظل معقول. لكن هي مش واخده حقها قوي بين التلاجات في السوق المصري، لكن فعلا عندهم موديلات ممتازه، مش هقول كل الموديلات بس عندهم موديلات ممتازه فعلا. في تلاجة بقى انا عارفه ان كل الناس هتكلم عنها وهتسالني عنها، وهي تلاجات ال جي اللي كانت موجوده في ترشيحاتي قبل كده، لكن انا شلتها المره دي من الترشيحات، مش عشان حاجه، بس عشان سعرها بقى فعلا مبالغ فيه. هي امكانياتها عاليه جدا، تقفيلها ممتاز، كل حاجه في التلاجة جوده وكل حاجه فيها كويسه جدا، لكن يعيبها موضوع السعر. انا لما باجي ارشح منتج برشح منتج بناء على سعره وخاماته وامكانياته، ففي جزء عندي سقط اللي هو موضوع السعر، فعشان كده انا شلتها خالص من الموضوع بتاع الترشيحات المره دي. لكن هي تظل تلاجة محترمة جدا. نيجي لترشيحات في الفئة السعرية المتوسطة. عندنا الفئة السعرية المتوسطة تلاجتين، وهي تلاجة فريش وتلاجة توشيبا. الاتنين خامات ممتازة، والاتنين سعرهم كويس جدا، لكن بعض الامكانيات في فريش بتكون متقدمة شوية عن توشيبا. طبعا توشيبا معروفة من زمان جدا ان هي تلاجات محترمة جدا، ولكن برضو في شوية الموضوع التكنولوجيا عندهم متأخر. لكن كتلاجة لو احنا بقى مش بنبص على الامكانيات قوي، بنبص على تلاجة يكون جودتها كويسة وعمرها الافتراضي كويس، فتلاجات توشيبا تلاجات ممتازة جدا، كمان سعرها مناسب جدا للكل. النقطة الثالثة في فيديو النهاردة هي اللتر مقابل القدم. كتير قوي بنروح معارض ونتفرج فيها على الأجهزة ونلاقي التلاجة مكتوب عليها باللتر، او اللي بيوقف في المعرض بيقول لي باللتر التلاجة دي مثلا 430 لتر، 450 لتر، فأنا مش فاهمة طب ازاي اعرف التلاجة دي كام قدم. اكتبوا عندكم كده، التلاجة اللي 14 قدم بتساوي 340 لتر، 16 قدم 384 لتر، 18 قدم 450 لتر، 20 قدم 540 لتر، 25 قدم 690 لتر. دايما في كل فيديوهاتي بقول نقتصد، نجيب حاجات على قدنا، مش شرط نجيب كل حاجة دلوقتي، ما نبالغش قوي في الحاجات اللي احنا بنشتريها، لكن في حاجتين دايما بأكد ان احنا نجيبهم اكبر من احتياجنا، وهما التلاجة والغسالة، لان دول من الأجهزة المعمرة. دلوقتي الأسرة بتاعتنا فردين، لكن في القريب العاجل ان شاء الله ربنا هيرزقك باطفال والاسره دي هتكبر، فانا محتاجه اجيب تلاجة كبيره ومحتاجه اجيب غساله كبيره. ما اروحش مثلا اجيب غساله 6 كيلو واحنا غساله فوق اوتوماتيك 6 كيلو عشان احنا فردين، لا، ما خلاص فتره صغيره ان شاء الله هيكون في عدد افراد اكبر، فاسرتك اصلا قابله للتزايد، فاحنا نجيب تلاجة غساله كبيره بحيث ان احنا مش كل يوم هنروح نغير الغساله ومش كل يوم هنروح نغير التلاجة. فدي نصيحه للعرايس. طيب نحسب ازاي احنا محتاجين تلاجة قد ايه؟ هو في طريقه كده ولو ان احنا ما بنعملش بيها قوي، لكن هقولكوا على الطريقه اللي هي بنحسب ان كل فرد بيحتاج من 4 ل6 قدم، ما نقلش عن 4 قدم. وليكن مثلا اسرتنا 5 افراد، فخمسة في 4 يعني 20 قدم، يعني محتاجين نجيب تلاجة 20 قدم. النقطة الرابعة والأخيرة النهاردة هي تعليمات استخدام التلاجة أو أجهزة التبريد عموما، وده اللي هيوصلك لأطول فترة عمر افتراضي للتلاجة. ازاي تحافظي على التلاجة بتاعتك من ساعة ما تجيبيها عشان تعيش معاكي أطول فترة ممكنة. والموضوع هنا ينطبق على كل أجهزة التبريد مش التلاجة بس. أول حاجة بعد ما اشترينا التلاجة وخلاص اتنقلت للبيت، التلاجة بتتثبت في مكانها اللي هتشتغل فيه بعد كده لمدة 12 ساعة بدون تشغيل، من غير ما نوصل الفيشة، لمدة 12 ساعة بدون تشغيل.
بعد ال 12 ساعة خلاص بنفتح التلاجة وهنجيب قماشة ومية وخل، وهنبدأ نعقم التلاجة كويس جدا من جوه ومن بره، ده ضروري جدا قبل استخدام التلاجة. الحاجة التالتة هنبدأ نشغل التلاجة بعد ما خلاص نضفناها وعقمناها ونشفناها كويس. هنبدأ نشغل التلاجة لمدة من 4 ل6 ساعات فاضية. بعد ال4 أو 6 ساعات هنبدأ نشغل التلاجة دي تدريجي، نرص فيها الحاجات اللي احنا هنحطها واحدة واحدة، عشان ما يبقاش فيه جهد على الموتور بتاع التلاجة مرة واحدة. شوية شوية هنبدأ نرص الحاجات، وان شاء الله بكده تقدري توصلي لأعلى عمر افتراضي للتلاجة. كل تعليمات الاستخدام دي لو بصيتوا في الكتالوجات او في الورق اللي بيكون جاي مع اي جهاز، ضروري جدا تقروه، هتلاقوا فيه كل تعليمات الاستخدام عشان تحافظوا على الجهاز بتاعكم وتستخدموه استخدام سليم، وبالتالي يديكوا اطول فترة عمر افتراضي ممكنة. وبس كده، دي كان كل الحاجات اللي حابة اتكلم معاكم فيها النهاردة عن التلاجات. شكرا جدا لكل حد كمل معايا الفيديو للاخر، ولو انتي من الناس الجميلة اللي بتكمل الفيديو للاخر فاكتبي لي في الكومنتات وعرفيني ان انتي وصلتي لاخر الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتم في ريفيو سام، والسلام عليكم.